بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة الكرام من كل مكان، متابعين مشاهدين عبر قنوات أبو ظبي الرياضية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه تحية محدثكم عبد الله مبارك الحربي، نلتقي وإياكم مجددا في مواجهة دورة الخليج، هذه الأمسية الأخيرة من أماس المجموعات. الليلة المنتخب البحريني على الجهة الأخرى يحتاج إلى نفس النقطة من أجل أن يمضي إلى مباراة نصف النهائي من هذه البطولة. إذن المنتخب اليمني هذه هي المشاركة الثامنة بالنسبة له في دورات الخليج، بعد أن كانت عنده 7 مشاركات سابقة. البداية كانت في عام 2003 بالنسبة للمنتخب اليمني. في مباراة على يمينك في المدرج الرابطة اليمنية، وعلى يسارك الرابطة العراقية. أنت بين قطبي الفن الشمالي والجنوبي، ما بين الفن العريق الفن اليمني والفن العراقي، المتحرك في كل المواقع وفي كل الأماكن، إلى تمريرة ملعوبة طويلة باتجاه همام طارق، وبعد ذلك التسديدة لكنها بعيدة لتصل إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة مرمى في صالح المنتخب اليمني. ضاعت الكرة على المنتخب العراقي. العراق هو واحدة من أنجح المنتخبات في الاتحاد الذي يحصل على مخالفة ركلة حرة مباشرة. أيضا المنتخب اليمني يعتري بعض التغييرات في صفوفه عن المباراة الماضية، والتسديدة بالرأس لكنها إلى خارج أرضية الملعب لتصل إلى ركلة مرمى عند محمد عياش الذي تألق في المباراة الماضية. محمد عياش في مباراة المنتخب اليمني أمام المنتخب البحريني كان عنصرا مؤثرا في المنتخب اليمني. محمد عياش مع البحرين تعادل مع بطل اللقب، تعادل أو خسر بصعوبة. المنتخب السعودي وصيف البطل بصعوبة فاز بهدف مقابل لا شيء في خليج الرياض. كانت مشاركة فعالة للمنتخب اليمني، بل مشاركة فعالة من الجماهير اليمنية، حيث أنه للمرة الأولى تسجل أرقام حضور جماهيري أعلى من البلد المستضيف في تاريخ دورات الخليج. البداية 2003 للمنتخب اليمني، لعب 6 مباريات قبل أن تتحول دورات الخليج إلى مجموعات، خسر 5 وتعادل 1. يحترفون في السعودية أحمد إبراهيم إلى جانب سعد الأمير، وكرة ملعوبة عرضية لكنها بعيدة عن الجميع لتصل إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة مرمى في صالح المنتخب اليمني. لا شيء. المنتخب الإماراتي بفوز أو تقريبا هو المستقر بمستوى المنتخب الإماراتي، ولو أنه الأبيض الإماراتي حتى الآن لم يصل إلى مستوى الطموح عند الجماهير الإماراتية التي تنشد الكثير من جانب المنتخب الإماراتي في دور نصف النهائي، والتي تأمل أن لا يقدم الأبيض ما قدم في الجولات الثلاث، أن ينتفض الأبيض الإماراتي في مباريات نصف النهائي. المنتخب العماني في المباراة الأولى حضر متواضعا نوعا ما، تحسن الرتم في فوز العراقي على الجهة اليمنى. اللعبة إلى سعد مرة ثانية، سعد يمرر الكرة ممتازة للعراق على الجهة اليمين عرضية، وعياش يتألق في هذه البطولة. ممتاز يا عياش. لا شك بأن هناك نهضة رياضية منتظرة كبيرة، وكرة ملعوبة ومحاولة خطيرة جدا للعراق لكنها وصلت إلى محمد عياش. عياش يلعب كرة مرتدة للمنتخب اليمني، تحتاج إلى كثير من السرعة لكنه لم يصل إلى الكرة الماضية إلى خارج أرضية الملعب من أمام أحمد السروري. الكرة مقطوعة إلى الأوت، رمية جار ملعوبة من علي بهجت إلى الأمام، وفرصة ممتازة للمنتخب العراقي. وعياش أيضا حاضر، عياش حاضر دائما وأبدا في كل الهجمات، في كل اللحظات، في كل المباراة. عياش حاضر، والكرة لصالح عيد. همام يلعب كرة تمريرة من همام، والكرة لصالح المنتخب العراقي الآن عند حسين جاسم. همام يلعب عرضية بالراس لكنها إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة مرمى. تتحول الكرة في صالح المنتخب اليمني عند حارس المرمى محمد عياش. بعد إطلالة هجومية كانت من المدافع علي فايز، حاول أن يستغل الكرة الماضية براسية لكنها مضت ومرت إلى خارج أرضية الملعب. هكذا مرت الكرة وتهادت إلى خارج أرضية الميدان إلى ركلة مرمى لصالح المنتخب اليمني. ركلة المرمى في الياردات 6 العراقي. الكرة ملعوبة على الجهة اليمين، يحاول فيها ضغط من 3 لاعبين على حمل الكرة، صعب جدا على المنتخب العراقي. الكرة بالأخير صافرة، مخالفة ركلة حرة مباشرة. عمار الجنبي أشار إلى أنها ركلة عراقي الذي يقف عندها حسين علي. حسين بالراس لكن الكرة إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة مرمى. تحولت الكرة في الياردات 6 لصالح منتخب اليمن. منتخب العراق حاول وثابر
ولكنه لم يتمكن حتى الآن من الهدف، لم يصل إلى الهدف. هذه الكرة الماضية داخل منطقة الجزاء، داخل منطقة العراقي من التسجيل، أم أنه هو المنتخب اليمني مستمرا في حضور الدفاعي، مستميتا متماسكا، الكرة إلى خارج أرضية الملعب، إلى ركلة ركنية، إلى ركلة ركنية. يقف من أمام الكرة الثابتة علي فايز، علي فايز يتقدم ويسدد كرة لكنها تأتي في حائط الصد. كان الجمهور العراقي يبعث معها آمال بحثا عن بهجت عدى، بهجت عدى وتقدم ومر، وصل إلى منطقة الجزاء عرضية. الله، واحدة من أخطر كرات المنتخب العراقي بشوط المباراة الثاني لخارج أرضية الملعب. بهجت ايش تعمل يا بهجت؟ بهجت يقدم مردود رائع جدا على الجهة اليسار، عدى ولعب كرة عرضية، لكن في النهاية التسديدة إلى خارج أرضية الملعب واصلة كركلة مرمى في واحدة من أجل اللقطات وأحلاها بشوط المباراة الثاني، لكن لم تستغل. فاتت الفرصة، ساقطة إلى الأمام في منطقة الجزاء، الفرصة للمنتخب العراقي على الجهة اليمين، العودة بها إلى الخلف، المحاولة مرة ثانية بكرة عرضية تنقطع وترجع وجول، وجول. الله، هدف أول للعراق، هدف أول للعراق. أوه يا علي فيصل، أوه يا علي، أوه يا علي. فيصل يضع حدا وفيصل للعناد اليمني طيلة المباراة ويسجل الهدف الأول للعراق. ارتفعت الرايات العراقية، ارتفعت الرايات العراقية في المدرجات احتفالا واحتفاء بالهدف الأول في المباراة. شوف الكرة مرة ثانية واصلة لعلي، علي ما يكذب خبر، علي ما يكذب خبر. عياش حاول قدر المستطاع، عياش حاول أن يصمد، لكن هذه المرة لا صمود. العراق يسجلون الهدف الأول 1-0، العراق تتقدم بأسبقية 1-0 في المباراة. شوف الكرة مرة ثانية واصلة إلى علي، وعلي حطها في الشباك. 1-0 يتقدم المنتخب العراقي، لكن لا يبدو أن الأمور تنتهي عند ذلك، لكن لا يبدو الأمور تتوقف عند ذلك. الكرة ملعوبة للدفاع للأمام وتفكير في التسديد، لعبها على الجهة اليسار والكرة ما زالت قائمة، محاولة مرور، يا في النهاية ركلة جزاء، في النهاية ركلة جزاء. وقلت بأنه الأمور لن تقف عند، من الصعب أن تجزم بأنها ركلة جزاء، صعب أن تجزم وصعب أن تنفي في آن واحد. يعني يبقى معنا الزميل فريد علي بعد الاستوديو التحليلي للتأكد من قرار ركلة الجزاء، إن كانت هناك ملامسة بالفعل أو لا. على أي حال الصورة التي أمامنا هي ركلة جزاء، الصورة التي في أرضية الملعب، لا أتكلم عن صورة الإعادة. وبالتالي من يفصل في ذلك هو فريد علي، لكنني أتحدث الآن عن لقطة موجودة لمصلحة المنتخب العراقي الذي يتواجد عند نقطة الجزاء. علي فايز والعراق فايز، وأسود الرافدين يتقدموا مرة ثانية في المباراة بهدف آخر عن طريق علي فايز، والعراق دائما فايز. هدف ثاني من علي، علي يسجل الكرة في الشباك، علي يضع الكرة في الشباك. هدف ثاني للمنتخب العراقي. يا سلام يا علي، بكل هدوء بكل روية يضع الكرة في المرمى، في منتصف المرمى، يسجل هدف آخر لصالح المنتخب العراقي. النتيجة أصبحت 2-0 لمنتخب العراق عبر نقطة الجزاء. تتقدم العراق مرة أخرى فيها التفكير في المرور، وبعد ذلك التمرير والتسديدة، لكنها لا هي تسديدة ولا هي تمريرة واصلة إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة مرمى عند محمد عياش في الياردات الستة. محمد عياش عند ركلة المرمى من الجانب اليمني. بعدها يتراجع أفراد لاعب المنتخب العراقي إلى الخلف. أسود الرافدين يتفوقون على أسود سبا في هذه المباراة.
الكرة هدف ثالث للمنتخب العراقي. العراق بزيارة ثالثة للشباك اليمنية. الله، مهدي كامل حط الكرة في الشباك مسجلا ومعلنا معها عن هدف ثالث للمنتخب العراقي. شوف الكرة مرة ثانية، مهدي عدى مهدي عدى مهدي عدى وتقدم ومر، والكرة إلى تسديدة إلى خارج أرضية أو إلى داخل المرمى من مهدي كامل بعد أن حاول فيها في البداية. الكرة من الجهة اليمنى كانت عن طريق علاء علي، ومهدي من سجل الكرة في الشباك ووضع الهدف الثالث للمنتخب العراقي. هدف الانتصار وهدف الفوز لصالح العراق ولأسود الرافدين في أقصى اليمين بعيدا عن